لا بس انا مش فاهمه الحته دي. اسال ولا هيتريقوا عليا ولا هبان غبيه؟ ماشي شكرا. كامل حساب. كده الحساب 6 جنيه. اتفضل. ده مشي من غير ما يحاسبني. اهلا. اهلا. ممكن اتصور بالورد بتاعك؟ ممكن. ايه ده؟ دي في ناس هناك باين بتبص عليا. طيب فاكر سواق الميكروباص اللي بتتكسف تقول له على جنب يا اسطى؟ الحقيقه ان الرهاب الاجتماعي ضيع عليك فرص كتير قوي. انا حاسه بيك ودلوقتي هقول لك شويه حاجات تساعدك. اول حاجه ما تقعدش تتخيل سيناريوهات مش حقيقيه. ما تقعدش تقول لو عملت كده هيضحكوا عليا، طب لو قلت كده هكسف نفسي. ما تقعدش تتخيل الحاجات الغلط والحاجات السلبيه. تاني حاجه التدرج مهم قوي. ممكن تبدا لو انت مش بتعرف تتكلم وتتعامل مع الناس، ممكن تبدا تتكلم مع اهلك اكتر، مع اصحابك اكتر، وحتى مع الناس الغريبه على الاقل قول لهم السلام عليكم. لو عايز تتكلم في حاجه مهمه بدل ما تسكت وتضيع الفرصه عليك، لا ممكن تهيئ نفسك وتاخد نفس عميق وتبدا تتكلم وتفتكر ان الكلام بيروح ويجي ومحدش هيقول اللي غلط اهو. الدايره بتاعتك واصحابك مهمين، هم لا يكونوا سبب اللي هم يساعدوك ويخلوك تطور من نفسك، او يكونوا هم اصلا سبب المشكله. وفي الاخر عايزه اقول ان الرهاب الاجتماعي مش مرض، انت بس محتاج تكتسب خبرات اكتر وتزود تعاملك مع الناس عشان تقدر تفهم نفسك اكتر وما تضيعش عليك فرص كتير.